ايه الورد يا سيدنا الشيخ اللي انا اعمله في ليلة النص من شعبان؟ قضيها كلها مودة، قضوها تسامح، قضوها غفران، قضوها تراضي. بوس على ايد حبايبك، اكرم ولادك، دخل عليهم السرور، ها، استسمح اللي انت ظلمته، واستسمح كمان اللي انت اكرمته، ما تشوفش عليه فضلك. روح على باب جارك قول له سامحني، كنت بعدي بالاكياس وولادك قاعدين محتاجين كانوا بيشوفوني، رايح جاي اطلع بالبدله الخضراء الصبح وانزل بالبدله البيضاء بالليل، والعربيه الفلانيه تاخدني والعربيه العلانيه تجيبني، وانا طالع داخل بعمل عليك عمده نسيتك. خد وارضيه. سيدنا النبي اعطى الرجل فقال يا هذا هل اجزلت؟ فالراجل قال له لا. طب وانت يا رسول الله محتاج رأي الاخ ده في ايه؟ ولا حاجه، بس انسان بيعلمنا الانسانيه، بيعلمنا جبر الخواطر، والنبي مش محتاج رأيه في حاجه، صح ولا غلط؟ ما ربنا قال له ايه؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ان فتحنا لك فتحا مبينا. كل ده مش محتاج انا الناس في حاجه، مش محتاج رأي الناس في حاجه، صح ولا غلط؟ طيب، وكمان هو الممد للناس برحمة الله وما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ بيقول للراجل هل أعطيتك؟ أجزلت أنا أعطيتك أكرمتك؟ رضيت؟ قال له لا. فخده دخل جوه بيته، عطاله أرضاه وأكرمه، قرت عينه، قال له أجزلت؟ قال أجزلت. قال طب ممكن تطلع تقول لأصحابي كده؟ ليه يا رسول الله؟ قال علشان حتى لا يسير ويروح ويغدو، ها؟ وقلوب الصحابة تحمل له صفة أنه إيه؟ أنه كان عنيفا مع النبي. إيه الأدب؟ إيه الإنسانية دي يا ناس؟ إيه الذوق العالي ده يا رب؟ يبقى محتاج تستغفر من إيه؟ من غدوك ورواحك في حيك وانت مالكش بصمة على الناس فيها إحسان، ما أكرمتش حد، رحت رايح جاي بالبدلة والكرافتة والعربية رايح جاي، خدمت مين؟ ساعدت مين؟ مش الناس دي لها حقوق؟ إني جعل في الأرض خليفة كده وخلاص. فما الورد الذي نفعله في ليلة النصف من شعبان؟ الود. إيه الورد اللي هنعمله في ليلة النصف من شعبان؟ ها؟ الود. اذبح، اهرق الدماء لله، اذبح ذبيحة لله.